السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ بقالي كتير مش بنزل حاجة للقناة، قلت بقى افاجئكم بمشروع الصغير اللي عملته انا وابني. زي ما انتوا كتير عارف اللي انا بشتغل اكل بيت، بشتغل بقالي 8 سنين في الاكلات البيتي، وحبيت اطور نفسي شوية مع ابني كل يوم ينزل يسأل على شغل ومفيش، والشباب كلها دلوقتي معلش لاقيه شغل، فحبيت اعمل مشروع صغير كده. بنزل في جنينه في الشارع زي ما انتم شايفين كده، على ترابيزه متواضعه جدا، وبعمل ايه بقى؟ بطارخ رنجه. شوفوا الجمال بتاعها، بطارخ بقى بالطحينه والمايونيز والجزر والفلفل الالوان، حاجه كده تحفه. وكمان بعمل سلطه رنجه. زي ما انتوا عارفين كل الحاجات دي انا منزلاها على القناه كتير وبتتعمل ازاي، بس حبيت اعمل منها المشروع الجميل ده. شوفوا المثلث ده، مثلث كده اهو. وكمان بعمل فسيخ، مثلث فسيخ مخلي. مشروع جميل لذيذ وحاجه تسلينا، وابني فرحان جدا بالمشروع ده. بنعمل بقى وجبات زي ما انتم شايفين كده. الوجبه مثلث فسيخ مع سلطه مع عيش مع شوكه بالمنديل بالجلافز باللبانه، حاجه كده جميله جدا. الزباين بتيجي تاخد وتقعد في الجنينه، جميله قوي قوي الفكره بصراحه. في الاول كنت متردده وخايفه، بس لقيت الحمد لله ناس كتيره مشجعاني، وحبيت ان انا اطور اكتر واكتر وانزل. انا بنزل يوم او 2 في الاسبوع، وساعات بنزل ما الاقي الزباين بتطلب مننا ننزل، ودلوقتي الزباين بتتصل بحازم مخصوص عشان ينزلوا. دي وجبه سلطه الرنجه، دي طبعا بتبقى مش محتاجه اصلا سلطه معاها. زي ما انتم شايفين بتبقى سلطه الرنجه كلها اصلا حاجات جوه الخضار، الجزر والفلفل الالوان والطحينه والمايونيز، بتبقى مش محتاجه سلطه. ومعاها العيش برضو والشوكه والجلافز واللبانه، كل حاجه بتبقى جاهزه معاها. دي ترابيزتنا متواضعه. وكمان ابن اختي معايا جايب معايا الترابيزه بتاعته صغيره، ووقت ميه وحاجه ساقعه مع بعض. الشباب كلها فعلا حابه تساعد وحابه تعمل مشروعها الصغير دوت، تقفوا نساعد بعضنا كلنا. والحمد لله الحمد لله يا رب. دعواتكم بقى بالتوفيق. يلا عايزه اشوف رايكم في الكومنتات في المشروع الصغير ده، مستنيه رايكم تعرفوني الفكره عجبتكم ولا لا. فسيخ وسلطه رنجه وبطارخ. وكمان في سندوتشات، انا ناسي اقول لكم اللي في سندوتشات اللي بيقف بنعمل سندوتشات ده. يعني شوفوا سلطه الرنجه دي بعمل منها السندوتشات بالبطارخ اهي. وده الفسيخ برضو، ده بتاع السندوتشات اهوت. والحاجات الليمون والسلطه، شوفوا الجمال ده كله. معانا ليمون، معانا البصل، معايا الخيار والفلفل. السلطه فيها الخيار، فيها الطماطم، فيها البصل، كل ده حاجتنا اهيت. عاوزاه بقى تشجعوني، والقناه بتاعتي دي يعني نفسي تكبر شويه. كل ما بقى بجد بيجيلي احباط من كتر ما فيش تفاعل في القناه، ما بحبش انزل حاجه. بس اهو يكون فتحه خير عليا في نزولي بالمشروع الصغير بتاعي دوت. بنزل كل يوم الجنينه زي ما قلت لكم، ويا رب تكون فتحه خير عليا وعلى ابني وعلى ابن اختي، ورب يعني دايما ربنا يوفقنا كده في حياتنا يا رب. ودعمكم معايا ودعواتكم، وربنا يوفق. ودي الجنينه اهو زي ما انتم شايفين، واقفه في الشارع على رصيف.
حازم، ده حازم وعمر اللي عاملين المشروع الصغير بتاعهم. ده عمر اللي واقف معايا في الحاجه الساعه من اختي اللي حب يعمل المشروع الصغير بتاعه ده. وده حازم، انت فين يا حازم؟ وده حازم بمشروعه الصغير. ربنا يوفقه ويوفق عمر، يوفقهم يا رب، واجازه سعيده عليهم. وهم بيقضوا من الاجازه ال3 شهور بتوع الاجازه يقضوهم كده في مشروعهم الجميل ده. ربنا يوفقهم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.